ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد، وقبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده يا حبايبي هناخدكم مكان كده، وده بقى الجزء التاني بتاعنا. انا نزلت لكم طبعا جولة في حديقة الحيوان، وده الجزء التاني بتاعنا، وهو بقى متحف المصري اللي موجود في قلب حديقة الحيوان. كده احنا بقى دخلنا الدخلة بتاعته زي ما شفتوا في اول الفيديو. بصوا كده بقى، ده كده على اليمين وانتي داخلة حاجة كده في منتهى الجمال. طبعا بقى جميع انواع الحيوانات، في طبعا الحيوانات بأجسامها، وفي بقى الهيكل العظمي بتاع الحيوان زي ما انتوا شايفين بكل انواعه والفصائل. زي حبايبي ما انتوا شايفين كده، دي بقى طبعا هم عاملين بقى سور حديد، وممنوع اي حد يلمس اي حاجة، لان طبعا الهيكل ده مكشوف، مش عليه ازاز زي باقي الحيوانات التانية، فاي حد ممكن يلمسه. فبصراحة هم مأمنين المكان جدا، وكل حيوان زي ما انتوا شايفين حاطين اليافطة بتاعته بالاسم، بالعمر بتاعه، بالفصيلة بتاعته، بكل حاجة. ده كده اليمة التانية اللي هي برضو ناحية الشمال، يعني على اليمين في حيوانات، وعلى الشمال وحتى السقف زي ما انتوا شايفين حاطين فيه اللي هو التمساح الكبير اللي هو المعلق. وده كده دخلة المتحف، حبيت برضه اجيبهولكم من جوه. وعاملين طبعا باب امن وانتي داخلة، بجد حاجة في منتهى النظام والجمال. دي طبعا بقى رؤوس الحيوانات بجميع اشكالها، الحيوان اللي هو الحمار الوحشي، والزرافة، والغزالة، والخروف، والمعيز، والثور، والسور. يعني بصوا جميع أشكال وأنواع الحيوانات الموجودة. وبرضو الجنب التاني في نهاية الفيديو لما اخد لكم الجولة كاملة كده فيه هتشوفوه برضو. بصوا حبايبي ما شاء الله، طبعا بقى في زرافة، وفي الفيل، وفي النعامة، في كلب البحر، وسيد قشطة. يعني جميع الحيوانات. بصوا الهيكل بتاعها عامل ازاي. طبعا في حيوانات كتير الصراحة أنا مع الأسف معرفش اسمها، بس هما محنطين كل الحيوانات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. أنا لما لقيت الجمال ده قلت لأ، لازم اخد جولة لحبايب قلبي، عشان لو محدش راح المكان ده ولا شافه قبل كده يشوفه ويتمتع بجد بجمال المكان ده. بصوا بقى، دي الغية بتاعة الحيوانات سوري العصافير قدام اهي فوق. ودي طبعا بقى التماسيح والطقوس، وطبعا السلحفة. زي ما انتوا شايفين هنا بقى منظر طبيعي كمان مرسوم. بس عايزة اقول لكم والله الكاميرا ما جايبة الجمال ولا الحلاوة بتاعة المكان. طبعا هنا عاملين لك بقى، عاملين حيوانات معلقة كده كأنها في السماء بتطير، وفي حيوانات في المية. فطبعا انا بقى عملتكم جولة لحديقة الحيوان كلها كده على قد ما اقدر، والحيوانات الموجودة فيها. وطبعا ما حبيتش بقى ان انا اطول المقطع، فعملته على مقطعين. المقطع اللي هو اللي فات ونزل على القناة اللي حابب يشوفه، وادي المقطع الجميل ده بجد. يعني من اكتر الاماكن اللي دخلت قلبي هو المكان ده، عشان بجد في حاجات يعني فعلا تحفة فنية، وتسلم ايد الناس اللي عاملة كده بجد. دي طبعا الحيوانات اللي هي السحاري حاطينها في جنب. واحلى حاجة كمان عجباني في المكان ده النظام، وان عاملين كل حاجة لها اقسام بالاسم بتاعها. احنا كده بقى طالعين الدور التاني، ودي الحيوانات اللي هي البيئية اللي هي المصرية، اللي هي موجودة في مصر، يعني في البيئة بتاعت مصر، زي التعابين والكبرى والحية، وطبعا بأنواعهم زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، بالأحجام بتاعتها، بالسحلية، بالعقربة، يعني بالعقرب سوري، بكل حاجة. يعني بصوا التمساح كمان أحجامه بأشكاله. بصوا الخروف بالمعزة، بالغزالة، بالنعامة، بكل حاجة موجودة فوق ما تتخيلوا. تحت كانت بصوا طبعا انا بصراحة كنت مسجله لكم الصوت هناك، بس عشان ما اسجلكوش يعني وكده على الفيديو. بس بصراحة كان في صوت دوشة كتير، وكان في طبعا ناس كتيرة، لان انا كنت رايحة يوم جمعة. فطبعا كان في بجد ناس جوه كتير. انا بصراحة بروح من زمان الجنينة او حديقة الحيوان، بس عمري ما اكتشفت المكان الجميل ده، اول مرة اخشه في حياتي، فعجبني جدا. بصوا ما شاء الله، طبعا كمان عاملين مكان وحاطين فيه الهيكل بتاع جسم الانسان زي ما انتوا شايفين كده.
طبعا دي ثقافة لأولادنا وأطفالنا، لو انتوا حابين ان أولادكم يشوفوا حاجات زي كده فحلوة جدا وثقافة ليهم. زي ما انتوا شايفين بصوا 3 هياكل اهو لجسم الإنسان، وفي كمان تعابين، بس هم على فكرة فاصلين ده عن ده، يعني ده جنب ده بالظبط مش مع بعضيهم في قلب المكان. هما بيبقى في قلب الإزاز، بس طبعا عشان الكاميرا جايبة الإزاز عاملين فواصل من جوه، مش كل حاجة على بعضها يعني. ودي من أكتر الحاجات اللي عجبتني، إن هما عاملين لكل حاجة مكان وفاصلينه عن بعض. لكل نوع زي ما انتوا شايفين فيه ازاز في الجنب اهو فاصل مثلا الفصيلة بتاعت الحيوانات دي عن الحيوانات دي. طبعا زي ما انتوا شايفين بقى دي السحالف بأنواعها، الكبير منها والصغير جدا كمان اهو. بصوا بجد حاجة كده في منتهى الجمال. شايفين كمان دي مش عارفة ليها اسم غير السلحفاة، مش عارفة بصراحة اسمها ايه قوي نسيته، بس هو اليافطة بتاعتها كان مكتوب عليها ليها اسم غير السلحفاة يعني. ده طبعا المكان بقى اللي فيه الاخطبوط والحوت والحاجات دي اللي هي بقى الشعب المرجانية، وحبوا كمان ما ينسوش البحر من تحت، فجابوا لنا كمان المنظر الجميل ده اهو. بصوا حبايبي ده بقى تمساح، بس اللقطة جت بسرعة عليه طبعا عشان كان في ناس فما قدرتش اطول اكتر من كده. بقى بيقولك ان الطول بتاعه كان بيوصل ل3 امتار عند البلوغ، من 10 إلى 15 سنتي. بصوا ما شاء الله. طبعا في تمساح طويل جدا اللي هو طوله 3 امتار، بس انا ما قدرتش ان انا اصوره قوي لان كان عنده ناس. طبعا دي كمان البندقية والحاجات الأثرية بتاعت زمان والأنتيكات، بجد زي ما قلت لكم مكان في منتهى الجمال. ودي بقى الخريطة بتاعتنا طبعا اهو. شايفين بقى الأباريق والفناجيل والساعة وكل حاجة بتاعت زمان. عايزة اقول لكم بجد حاجات حلوة جدا، لو رحتوا مكان ده هتستمتعوا. وعايزة اقول لكم كمان المكان مش غالي جدا، التذكرة ب10 جنيه بس، يعني مش حاجة. ولو معاكي أطفال طبعا أنا بتكلم عشان الغلو اللي احنا فيه، تقدري ان انتي تاخدي أولادك الأقل من 5 سنين ما بتدفع لهمش. أنا كده بقى طالعة على الدور اللي هو الثالث وده آخر دور معانا. بصوا شايفين الجمال ده كده بقى واخد لفة كده، هو ال3 ادوار واخدين لفة، واللي هي الحتة اللي فاضية اللي هي من تحت اللي هم عاملين فيها الحيوانات اللي هي الهياكل بتاعت الحيوانات دي بقى، البراويز والعصافير والحاجات بتاعت زمان برضو. دي أشكال بقى وأنواع العصافير والبغبغانات والحمام، كل أنواع الحاجات اللي هي الطيور زي ما انتوا شايفين، اللي هي البرية طبعا اهو زي ما انتوا شايفين يا حبايبي ما شاء الله. وكمان في بط وفي وز، يعني بصراحة مش سايبين حاجة. وحتى الفراخ وحتى البيض بتاع الفراخ وبتاع العصافير وبتاع الحمام. دي كده البغبغانات والعصافير طبعا اللي هي بقى انواعها كلها. يعني عايزة اقول لكم بجد حاجة كده، يعني والله الكاميرا ما جايبة الجمال بتاع المكان فعلا. انا حبيت افيدكم بالمكان ده ويا رب تكونوا استفدتوا منه. واللي حابب يشوف المكان ده موجود طبعا في حديقة الحيوان. زي ما قلت لكم مكان في منتهى الجمال، تقدر ان انتي تروحي وتشوفي العظمة والجمال الموجود هناك ده. انا بصراحة المكان دخل قلبي جدا وعجبني جدا. كان نفسي كمان بقى اسمعكم الاصوات اللي هناك، بس بصراحة قلتوا انتوا يعني ايه الصوت بتاع الفيديو كان فيه دوشة جامد يعني، كان فيه زعيق وفيه كلام كتير، فعشان كده انا مع الاسف حذفته وسجلت الصوت على الفيديو. بصوا يا حبايبي اهي دي كمان البط والفراخ الموجودة هناك اهي بأشكالها وأنواعها اهو يا حبايبي زي ما انتوا شايفين بقى اهو. شايفين الجمال. بصوا بقى ده كده انا حبيت اصور لكم دي طاقة كده منورة من فوق، ده بقى الجزئية اللي من تحت. يعني انا في الدور الثالث وشايفة الجزء اللي هو بتاع الدور الارضي زي ما انتوا شايفين كده اهو. وكمان في الحتة دي عاملين برضو حيوانات ومحنطينها، يعني مش سايبين مكان غير مستغلينه بصراحة. بصوا اصلا المنظر جميل جدا.
بصوا بقى البط والوز حاجة كده جميلة. بصوا ما شاء الله انواع البط كله، وطبعا الطاووس اهو. يعني هما حاطين الحيوانات اللي هي الطيور مع بعضها، الحيوانات بتاعت الصحراء مع بعضها، الحيوانات اللي هي بتاعت اللي هي المائية مع بعضها، وكل حاجة كاتبينلك زي ما قلتلكوا في أول الفيديو عمرها والفصيلة بتاعتها ونوعها ايه واسمها ايه. يعني بصراحة حاجة حلوة جدا. بصوا شايفين الجمال اهو، ده البيض اللي انا قلتلكم عليه كمان محنطينه. بصوا النعامة وبط صغير، حاجة بقولكوا بجد شكلها ياخد العقل. بصوا سبحان الله بجد على العظمة دي فعلا. بصوا وهي قاعدة وتحتيها البيض، منظر حلو جدا، يعني منظر في منتهى الجمال. بصوا ودي بقى العلبة اللي فيها البيض الصغنن بتاع الحمام والعصافير. بصوا زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. برضو البيضة دي بقى اللي هي الكبيرة. بصوا حبايبي انا زي ما قلتلكوا والله ما حبيت اسيب لكم حاجة غير لما اجيبها لكم اهو. ده بصوا شايفين ده الدور التاني، حتى الفراشات مش سايبينها. عايزة اقول لكم بجد شكلها حلو جدا، متحنطة بشكل تحفة والواناتها جميلة قوي. بصوا بصوا الجمال والعقرب. بصوا بجد الفراشة حلوة جدا جدا جدا. بصوا حبايبي طبعا بقى هنا التعابين والحية، وكمان في أحجام منها كبيرة وصغيرة برضو موجودة ومحنطينها. بصوا اللافف على فرع من الشجرة، يعني حاجة كده في منتهى الجمال بصراحة. أعوذ بالله. بصوا اللافف نفسه كده زي فعلا ما بيلف في الحقيقة زي ما انتوا شايفين اهو. وحتى حاطين أعشاب وحاجات إن تبقى خضرة في الأرض، وحاطين رمال، يعني منظر أكنه بجد طبيعي فعلا قدامك، يعني أكنه حاجة حقيقية. ودي من الحاجات اللي بتريح العين وفعلا. بصوا حبايبي زي ما انا قلتلكوا المكان بجد حلو جدا. لو حابين ان انتوا تعملوا جولة كده مختلفة. بصوا ما شاء الله. ده كده انا خلاص بقى نزلت من الناحية التانية، يعني انتي بتطلعي من سلم وبتنزلي من سلم تاني اللي هو الناحية التانية، لان في بقى ما بين الناحية دي والناحية دي اللي هو اللي في النص زي ما انتوا شايفين اللي هي الحيوانات بقى اللي هي متحنطة. بصوا حبايبي زي ما انتوا شايفين اهو، ده بقى الجزئية التانية كده، ده خلاص بقى يمة الخروج برضو بس من الناحية التانية. بصوا شايفين الجمال. بصوا عاملين الصخور ومية وشكل حلو جدا بجد اهو زي ما انتوا شايفين كده وكأني بحر. عايزة اقول لكم المنظر لما تقفي قدامه اكني فعلا حاجة طبيعية. طبعا دي بقى جبلية القرود، شكلها حلو جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده اهو. بصوا حبايبي اهو دي بقى كمان اللي هي الشجرة اللي عليها العصافير بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا كانت قبلها بقى اللي هي زي ما قلنا جبلية القرود كده. ودي طبعا بقى الروس اللي انا وريتكم في الاول كده في اول المدخل. كان طبعا في بقى برضو رؤوس زي كده اهو، هما معمولين على الجنبين. وطبعا هنا الاشكال اللي هنا غير هناك، مش هيها طبعا. طبعا حيوانات مختلفة، وفي بصراحة منهم حيوانات طبعا انا ما كنتش عارفة مع الاسف اساميهم. طبعا زي ما قلت لكم اهي برضو دي كده شجرة عليها كمية من القرود والنسانيس. واحلى حاجة كمان بقى هنا بصوا حاطين لهم فاكهة، يعني كمان حاطين فاكهة مش عارفة بصراحة هي متحنطة ولا هي اللي هي الصناعية دي، يعني بس في برتقان واستفندي وموز. دي بقى الشجرة المكتوب عليها الصلصال بتاع القرود بالفصيلة بتاعت الحيوانات. دي بقى الشجرة بتاعت الحيوانات اهي زي ما انتوا شايفين كده اهو، من تحت لفوق كل حيوان الصورة بتاعته والاسم.
ودي اللي انا كنت بقولكوا عليها بتاعة القرود، اللي هي الشجرة اللي هي عليها فصيلة القرود. وده برضو جزئية فيها روز. بصوا حتى الغوريلا برضو محنطينها. بصوا في رمان، شايفين الرمان اهو، اناناس. وبصوا القرد ماسك الموز، بس ده على ما اعتقد اللي هما الفاكهة اللي هي الصناعية اهو. بصوا شايفين كده، ده بقى اللي هو ايه خلاص عند الخروج. ودي اليمة اللي احنا كنا داخلين منها الناحية التانية. وبكده بقى يا حبايبي ده كده كان اخر الفيديو بتاعنا بقى، ودي كانت اخر الجولة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب الفيديو يكون خفيف على قلوبكم. وبعتذر لو المقطع طويل شوية، بس بصراحة ما كنتش حابة ان انا اعمله على اجزاء. انا كنت حابة اعمله جزء واحد عشان خاطر تشوفوا الجمال بتاع المكان مرة واحدة. وده برضو اخر مكان بقى وانا خارجة كده، ده بقى اللي فيه النمر والاسود. بصوا الاحجام بتاعتها باشكالها. بصوا المنظر، عايزه اقول لكم اكني فعلا قاعده في اللي هي الغابه اللي بيبقى فيها الحيوانات، مش ازاز ومرصوص من وراه حيوانات، لا. وده النمر اهو. عايزه اقول لكم والله بجد فعلا المنظر من قدام الكاميرا حاجه ومن ورا الكاميرا حاجه تانية. وبكده يا حبايبي بقى بنقفل الفيديو بتاعنا معاكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوناش في لايك حلو واشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد من فيديوهاتي ووصفاتي. واشوفكم في وصفة جديدة وفيديو جديد. واسيبكم في حفظ الله ورعايته يا احلى متابعين في الدنيا، والسلام عليكم.